بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حكم وضع الأموال في البنوك الربوية مع العلم أني أضعها في حساب بدون فوائد. الأصل في هذه المعاملة الجواز، لكن أنت تعلم أن هذه البنوك الربوية تستعمل هذه الأموال في الحسابات الجارية الموضوعة في الحسابات بدون فوائد في الإقراض بالربا، في الإقراض بالفائدة. فلا تترك مالك عند مرابي يستعمله في الحرام. ما يعني أمكنك أن تضع مالك في مكان آمن أو في بنك غير ربوي يلزمك ذلك.